أكثر من 1,000,000 شهيد من طائفة السنة لم نطالب بالتقسيم. 14 مهجر من طائفة السنة لم نطالب بالتقسيم. 300,000 معتقل من طائفة السنة قتلوا بالمكابس البشرية لم نطالب بالتقسيم. 550,000 امرأة أرملة من طائفة السنة لم نطالب بالتقسيم. تدمير مدن وأحياء بأكملها وسكانها سنة لم نطالب بالتقسيم. شبعت أسماك البحار ووحوش الغابات من لحومنا بسبب التهجير ولم نطالب بالتقسيم. 14 عام من الحرب الطائفية وتجريب كل أنواع الأسلحة المحرمة دوليا على السنة لم نطالب بالتقسيم. ارتكاب المجازر الجماعية في أشنع أنواع القتل لم نطالب بالتقسيم. 2,000,000 شخص بالمخيمات يعانون أبشع الأشكال، أشكال الفقر والحرمان، لم نطالب بالتقسيم. وعندما تولت هذه الطائفة السنية الرئاسة كان شعارنا اذهبوا فأنتم الطلقاء. ورغم كل هذه المعاناة أتيناكم بالتسامح لا بالانتقام. خليك معي واسمع هاي رسالة للأقليات، شيعة العراق وأذناب إيران والعدوان الإسرائيلي وفلول النظام البائد وقسد يستخدمونكم حتى يشعلوا الفتنة في البلد. اصحوا يا أغبياء اصحوا. نصف قرن النظام البائد حكم البلد، نهب ثرواتها وأموالها وظلم وقتل وأجرم وطغى، ورغم كل هذا كان مدعوم من أغلب الدول العربية والغربية. والآن يومين بالساحل ما ضاينتوا، بينما نحن 14 سنة حرب وتهجير وبالآخر سامحنا. خلال 4 ساعات 500,000 جندي خرج عن بكرة أبيه لنصرة الدين، وكان في موجود 500,000 أخرى جالسة بالبيوت تنتظر تبدل النوبات. نشكر هذا الانقلاب، نشكر هذا الانقلاب الفاشل الذي أثبت للعدوان الإسرائيلي والإيراني ولجميع العالم أن سوريا أصبحت كلها جيش. ليس هذا فحسب، بل إن الله يحرك جند السماء معنا لأجل نصرة هذا الدين. وهذه رسالة موجهة من المدنيين، كل من يسعى لإشعال الفتن والطائفية وزعزعة الاستقرار في البلاد، فنحن سمعا وطاعة لوزارة الدفاع وإدارة الأمن العام بعتادنا الكامل وبقلوب تعشق الجهاد في سبيل الله. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.